الساعة دلوقتي 5:30. قلت كده اطلع اشوف كده الدنيا فيها ايه. ممكن اخد لي طلبين 3، وقلت اخدكم معايا في التجربة اللذيذة اللي انتوا بتحبوها، علشان هي مش مجرد ان احنا بنوصل طلبين يعني ولا حاجة، احنا بنتعلم مع بعض حاجات جديدة، بنشوفوا مع بعض حاجات ممكن انا شفتها قبل كده، بس بالنسبة ليكم في ناس كتير قوي يعني بيحبوا ان هم يتفرجوا ويشوفوا الدنيا بتبقى ماشية ازاي في العالم الامريكي، او خاصة في الريف الامريكي. الابليكيشن اللي انا فاتحه دلوقتي اسمه دور داش. قد يكون معروف جدا في امريكا، بس مش معروف جدا في الوطن العربي عندنا. فانا حابب انقل التجربة من هنا، ان شاء الله تكون بطريقة بسيطة وبطريقة الناس تحبها. والحاجة التانية، حابب ان انا اشكر الناس اللي هي بتخش تعلق على اليوتيوب كلامهم الجميل، وبرضو الناس بتاعت الفيسبوك والانستجرام. كلامكم جميل وبيسعدني جدا والله. بس فانا مستني دلوقتي، قلت افتح ومستني يجي طلب. بيقولك وقت الانتظار من 1 ل3 دقايق لكل طلب. فلما بيجي طلب ما بتقبلهوش، فبتنتظر 1 أو 1.5 دقيقة أو 2 دقايق، ممكن توصل ل3 لغاية ما يجي واحد تاني. فاحنا دلوقتي ماشيين وبنتكلم لغاية ما يجي حاجة، ولو جات حاجة كويسة أنا بقبلها، حاجة مش كويسة أو أنا شايف إن هي مش كويسة فمش بقبلها. يعني مش كويسة من ناحية إن هي ممكن المنطقة مش كويسة فمش بقبلها، ممكن السعر مش كويس، أو الميلات هتكون كتير، أو الكيلوات من عندنا من عندنا ممكن عندنا دوت في أربيز. فدوت ممكن ناخدوه، ممكن نقبله. دوت هو عامل $7 على 5 مايل. بس الحتة اللي انا رايحها ديت، هي انا كده كده رايح هناك، فمش هيخسر في حاجة. هو $7 و5 مايل، فمش هتخسر، عشان كده كده انا رايح هناك يعني، فاهم؟ فممكن نقبله ويلا بينا. عملنا اكسبت، فهو بيقول لنا احنا هنمشي، هنطول، وبعدين هناخدوه من عند المول ونمشي حتة كده ونرجعه. اهوت احنا كده في طريقنا للمكان. تقريبا هيستغرق من 4 دقايق ل4 دقايق ونص، ممكن اكتر، حسب لو كان في اشارة تانية هتوقفنا زي الاشارة ديت ولا لا. ممكن نتفرج على الطريق. هنا في اشارة. الدنيا هنا مش زحمة قوي يعني. طبعا احنا في الريف، وقدامنا توكيل تويوتا اهوت. عربية حبيبة الملايين، طبعا الناس كلها شهيرة الجميلة، توكيل تويوتا. وممكن ناخده بصة كده ونتفرج ونستمتع بالحياة في الريف الأمريكي الهادية الكئيبة. دايما 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 بقول عليها كئيبة عشان هي فعلا كئيبة. أنا مش هكدب أو هقول حاجة مش صح، لا، هي فعلا الدنيا فيها حتة من الكآبة كده. فبلاش اللي احنا يعني نكدب ونقول الدنيا جنة. بس اعتقد برضو هي احسن من حتت كتير وافضل. وفي ناس طبعا بتيجي هنا تستريح فيها، وفي ناس مش بتستريح، تيجي تقعد اسبوع وتمشي. فناس وناس. بالنسبة لي انا، اول ما جيت البلد كنت في نيويورك، وبعدين ما استحملتش بصراحة القعدة في نيويورك، وبعدين مشيت من هناك، رحت حتة تانية. فالهوا والقدر رماني على هنا. فانا من الناس اللي هم بيقولوا الحمد لله طبعا. في يعني انا لو محطوط في مكان انت بتسعى فيه، بس لو انت محطوط فيه لسه، خلاص الحمد لله يعني. هو ده قدرك، وربنا رايد كده، متعرفش لو رحت في حتة تانية ممكن يحصل لك ايه. فاديك موجود والدنيا شغالة الحمد لله، وكل حاجة ماشية كويس. المكان اهوت الناحية التانية. فالمفروض ان انا اعدي الناحية التانية واخش شمال.
ادي اشارة واخش شمال من هنا، هو ده المكان. فهو لازم اوقف في النص هنا علشان اخش من هنا، وبعدين نركن ونخش نجيبه الحاجة بتاعتنا. عايزين نشوف مكان نركن فيه. اهوت ده زي الفل. طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده، اول ما بنوصل بنعمل اللي احنا وصلنا، وبعدين نخش جوه ونقول لهم على اسم نخش جوه ونقول لهم على اسم الزبون او الطالب الطلب يعني. هو جاهز اهو، هم مجهزينه. بصوا حاطينه هنا الاسم اهوت، وبعدين انا كده تمام ممكن امشي يعني. والمشروب اهوت، فكده احنا زي الفل. كده احنا بنأكد ان احنا معانا مشروب ومعانا الشنطة او الكيسة ديت. نعمل كونتينيو، وبعدين هناخدوا صورة اللي احنا معانا الحاجة، وبعدين نعمل دان، وبعدين نعمل اللي احنا كل حاجة معانا كده. يلا بينا ايه نروح نودي. وتقريبا هي بعيدة 3 كيلو من المكان دوت، وهي كاتبة ان احنا نسيبوا الحاجة على الباب، مش محتاجين ان احنا نقابلها او ناخد منها كود او اي حاجة. هنخش يمين من هنا. الساعة حاليا 5:56 دقيقة. بيكون في طبعا غزلان في الحتت ديت، فالواحد لازم يخلي باله علشان خبطة الغزالة بتبقى جامدة شوية. ممكن الراديتور يحصل له مشكلة. الاكسدام طبعا بيتكسر. احنا طريقنا طوالي ان شاء الله، وبعد تقريبا نص كيلو او 700 متر هنخش يمين. الاجواء دلوقتي داخلين على اجواء العيد هنا، ففي الاجواء ديت واجواء العيد هتلاقي شغلة الدليفري ديت بتبقى جامدة جدا، بالذات في الولايات الكبيرة بتبقى فيها شغل جامد للناس اللي هي شغالة كده. اعتقد انا هحتاج احط بنزين عشان بقالي فترة محطتش بنزين، والبنزين خلاص اهوت فاضل شرطة واحدة تقريبا. بس هو يمشيني شوية يعني، بس بحب احط بنزين قبل ما لو اقف فاضي خالص يعني. احنا نازلين المنزل دوت، وبعدين قدام كده هنخش شمال، وهي عبارة عن شقق كده او مساكن زي ما احنا بنقول. هنخش يمين هنا اهوت، وبعدين هنطول شمال. الإيجارات هنا ممكن تتراوح ما بين 900 ل 1300 1400 في الغالب يعني. و بيكون فيها طبعا مقاسات، اللي هو يعني عايز المكان كبير صغير، فحسب كبر المقاس او صغر المقاس فبيحدد السعر. طبعا السعر دوت معرفش، اعتقد في الغالب مش شامل الفواتير.
ممكن يكون شامل جزء من الفواتير بس مش كله يعني. احنا عايزين الدوت، عايزين اعتقد هو اللي هنا ده الغالب يعني. ايوه هو ده. كده ننزلوا نودي الطلب دوت مع بعض. بصوا احنا هنحط الطلب دوت مع بعض وبعدين هنستنى الابليكيشن لما يدينا طلب تاني بعديه على طول. ولا هوت زي ما هي قالت، وبعدين نعمل اللي احنا سيبناه عند الباب وناخده صورة، بس صورة جميلة اهيت، ويلا بينا نشوف الطلب اللي بعده. في طلب اهوت جالنا دوت ب$8.75 من مكانين، والمكانين جنب بعض والبيتين جنب بعض، فدوت ممكن اخده يعني عشان هو كده كده في المنطقة اللي انا رايحها. يلا بينا نعمل اكسبت ويلا بينا. تمام، هنروحوا هنا نحط بس الدايركشنز وبعدين عشان ندخلنا من مكان ايه سهل. هو في سؤال معانا وسؤال شدني شوية. الأستاذ محمد الدسوقي بيسأل حضرتك ابني خلص سياحة وفنادق هذا العام وهنا في مصر فرص العمل قليلة، هل سفره لأمريكا يعمل مستقبل كويس؟ فهو ده كان سؤاله، فممكن لغاية ما نوصل إن شاء الله نجاوب على سؤاله. أعتقد هو خلص سياحة وفنادق، فهو أعتقد تقريبا كده عنده 22 سنة وحاجة أو 23 سنة. السن دوت بالنسبة لي ما أقولش عليه إن هو كبير في السن، هو لسه صغير. لو في إمكانية اللي هو يجي أمريكا إن شاء الله، لو جه مستقبله دوت بيعتمد على نفسه عليه هو، عشان في ناس بتيجي هنا ما بتقدرش إنها تعمل حاجة وبتفضل زي ما هي وممكن ترجع تاني. مفيش حد يقدر يقولك إن هو هل مستقبله يبقى هنا تمام ولا مش تمام. هو الطبيعي هيعرف ان هو يظبط حاله لو هو ماشي صح، لكن لو هو ماشي مش صح في البلد هنا هيتبهدل، فاهم؟ وهنا القرارات بتبقى مرة واحدة، هو القرار بياخده يا صابت يا خابت، مفيش حاجة ما بين البنين، فاهم؟ حتى لو هو بيقعد يتكلم معاك وبيحكي لك عمل ايه وسوى ايه، وبرضه انت مش معاه هنا، انت مش شايف. انا بقول لك يعني من خبرتي وتجربتي هنا مع الناس، لو هو جه اخذ الامور بجدية وما لعبش، امريكا هتديله كفرص عمل وكحياة هيشوف يعني حاجات حياة كويسة. لكن لو جه عمل العكس ما اعتقدش ان هو هيبقى حاجة كويسة ليه يعني. فهو بيعتمد على الشخص، هل هيجي هنا هيظبط حاله لو هو مشى تمام. امريكا اللي بيتعب امريكا بتديله، اللي بيجي مقضيها امريكا مش بتديله حاجة. وزي ما قلت لك الفرصة هنا هي او القرار هنا هو قرار واحد، يا تمشي في الحاجة الصح يا تمشي في الحاجة اللي مش تمام يعني، انت اللي بتقرر، فاهم؟ بس ارجع واقول لك اجابة مختصرة في الاخر للسؤال بتاعك. فرص العمل كويسة. سيبك من كلام الهجرة اللي هي واللي بيتقال على النت والكلام ده، لا، امريكا لسه قوية وامريكا لسه فرص العمل فيها كويسة، وامريكا فيها عز وفيها خير. فهو ان شاء الله يعني لو جه ومشى صح ان شاء الله هيظبط حاله يعني. بس هي دي الاجابه المختصره الاخيره للسؤال بتاعك، وربنا يوفقك ان شاء الله ويكرم ابن حضرتك ويكرمك. BMW X5 اهي قدامي، وانا شفتها دلوقتي وجالي كده كان في حوار كده عن البي امات هنا. البي ام في امريكا بحس ان انت لازم تجيب عربيه بي ام حديثه من التوكيل،
علشان لما بتجيبها من بره التوكيل او بتجيب عربيه قديمه بي ام دبليو بتتبهدل، هي او المرسيدس بتتبهدل جامد يعني. بيحصل مشاكل. وبعدين لما تيجي عايز تصلح العربيه، مثلا لو انت جايب عربيه قديمه مثلا شويه قديمه اللي هو مثلا 2014 15، لو هي خلاص بره التوكيل بقى انت جايبها مستعمله، وبعدين لو حصل لها مشكله عايز تصلحها بيضربوا سعر، يعني سعر مش معقول، اللي هو بيخشوا في اسعار مهوله، اللي هو مفيش حد طبيعي هيدفع السعر ده. فاكتر عربيات في امريكا محطوطه في يعني محدش بيستخدمها ومركونه مرميه هي البي امات والمرسيدس، من كتر ما هي غاليه. اصل انت لو موتور حصل له حاجه وموتور باظ، استحاله تروح تجيب موتور بالشيء الفلاني عشان تحطه في عربيه، انت الموتور هيبقى اغلى من العربيه، فاهم؟ خش كده اعمل سيرش عن العربيات البي ام دبليو او العربيات الالماني. العربيه الناجحه الوحيده هنا الالماني هي الاودي، هي العربيه الوحيده اللي بتستحمل وهي اللي ناجحه هنا. العربيات التانية مش بقول كده طبعا العربيه البي ام دبليو والمرسيدس وحشين، لا، عربيات جميله جدا، بس بحس ان في حاجه التوكيلات هنا او الدنيا هنا بتعملها يعني. انا دخلت دخله غلط فركنت العربيه بعيد شويه عن المكان. احنا هنجيبوا حاجه من برجر كينج واعتقد من ديري كوين. هوريكم دلوقتي ايه اللي انا برجر كينج دوت معروف، في ديري كوين دوت في ناس كتير قوي مش عارفاه في الوطن العربي. فهو بيعمل ايس كريم وبيعمل حاجات زي كده، وبرضه عندهم تشيكن وفرايز وحاجات زي كده. فاحنا ممكن نخشوا برجر كينج نجيبوا الطلب بتاعنا ونروح نجيبه التاني جنبه هنا على طول. Hello. I have an order for Janesia. Who? Janesia. You have to show me on your phone. Yeah, here you go. All right. Okay. Okay. Medium large. هي بتعبي الطلب. هي لما سألتها هي بتتكلم بتقول اي حاجة كده وريني على التليفون ومش وريني على التليفون عشان هي متأخرة، فانا سجلت ان هي اتأخرت يعني. فبصوا لسه بتعمل الطلب. المفروض اجي الاقي الطلب جاهز اخده وامشي على طول. هي شكلها مديرة رخمة شوية، بتاع سامحها بيتكلم الناس اللي شغالة معاها وحش أصلا. Thank you. Here you go. There's 3 straws in the bag, and the other 2 drinks are in there. Thank you. Thank you. خدنا الحاجة اهوت، ونروح نحطها في العربية وناخد الطلب اللي هو جنبنا دوت. الاتنين جنب بعض، مش محتاجين ان احنا نروح في حتة بعيدة يعني. يلا بينا. هو وصلت المكان دوت اللي انا قلت لكم عليه، وبعدين نخش اسألها. Hello. Take your time, take your time. I have an order for Kili, DoorDash.
احكي لي. قالت لي في الفريزر روح خده اهوت. ثانك يو يوتيوب. وهي بتقول لي ان هو طلب في الفريزر، فانا رحت عشان قلت لها تمام، لقيت الكاميرا بتفصل فرحت صورت كملت بالتليفون يعني. المهم احنا دلوقتي اهوت رايحين في طريقنا نودي الطلب. اول طلب الدنيا زحمه شويه، الاشاره واقفه والدنيا زحمه. انا عايز اخش يمين بس العربيه ديت واقفه، مش عارف اخش منها، عربيه كبيره شويه. هو انا مش عارف هو ليه هو واقف، المفروض يخش في النص. ممكن اضرب له زماره. هو ممكن واقف عشان الاشاره اللي هناك ديت، هو مش عارف يعدي، بس كده هيقف كتير. ماشي، احاول ان انا اعدي اخش يمين منه ولا استنى شويه. احنا نصبر احسن ما نعمل مصيبه وبعدين نخش، او نخش. انا مش فاهم. ادينا مستنيين اهوت. المفروض حد من العربيات دي يعني يكون عندهم دم ويقفوا يعني يطلعوه يعني. وهو بارد برضه، المفروض يجي في النص شوية علشان الناس اللي زي كده عايزين يخشوا يمين. يعني هو المفروض يديني مساحة عشان الحتة دي واسعة قوي، فهو المفروض يخش شمال شوية. بس هو مش من هنا، هو من كنتاكي. بس هناك يعني السواقة هناك أصعب من هنا بكتير، المفروض يكون فاهمان يعني. وضربت له زمارة اهو عشان يخش. ده انت بارد اوي يا عم. يا عم ده انت ايه يا عم انت؟ ما تخش يا عم شمال يا عم، ما تدي اشاره ليه شمال طب انت داخل يمين. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ناس غريبة يا اخي، ناس غريبة. ايوه عليكم. واحد ينرفزه الواحد. هو دوت لو في مصر كان الناس هتسبله. مش بعيد الناس توقفه وتضربه وهو في العربية على اللي هو بيعمله ده. او ممكن يكون انا كنت ظالمه عشان ضربت زمارة يعني، فهو كان داخل شمال وبعدين لما ضربت زمارة دخل يمين وخلاص عشاننا. فانا ممكن كنت ظالمه يعني، فعايز اوصله رسالة من هنا اقول له سامحني. بس هو كان الناحية التانية فاضية يعني، عشان كده زمرت له. بس يلا بقى عند ربنا بقى ان شاء الله. المهم احنا في طريقنا اهوت. المكان مش بعيد، هو البيتين جنب بعض على طول. هنحط واحد وبعدين نحط التاني على طول. من قدام اهو. يلا طب ادي اشارة طب يا عم، ايه من اي حاجة. السواقة هنا بالنسبة للمصريين سهلة جدا جدا جدا، فوق ما تتخيل وتتصور وكل حاجة. عشان اللي بيحصل في مصر، السواقة في مصر دوت بيكون كل مشوار امتحان تقريبا. فهنا الدنيا ماشية بحذافيرها، فكل حاجة السواقة هنا سهلة يعني. طبعا مفيش حاجة كبيرة على ربنا ومفيش حاجة بعيدة انها تحصل لأي حد، بس في المجمل يعني انا بتكلم في المجمل. بس طبعا كل واحد سواء في مصر ولا في اي بلد في العالم لازم يخلي باله ويمشي بالقوانين علشان ما يحصلش كوارث. المفروض ان احنا داخلين شمال، الشمال اللي جاي. ومعلومة برضو ليك ان انت لما تخش الامتحان ان شاء الله، لما تمتحن على الكمبيوتر، لما تخش الامتحان ان شاء الله بيكون فيها اسئلة.
فبتدي الاشاره امتى؟ بتدي الاشاره قبل 100 متر من الدخله، فاهم؟ يعني انت قبل ما تخش 100 متر تدي الاشاره بتاعتك. فممكن يجي لك السؤال دوت في الامتحان لما تيجي امريكا ان شاء الله، فمعلومه يعني تنفعك. المفروض نخش يمين هنا، انا كنت هعدي الدخله ديت ومخدتش بالي هنا، وبعدين هنخش شمال قدام. الحاجات اللي هم طالبينها، احنا وصلنا البيت اهوت، هننزلوا الحاجه وناخدوا صوره ونمشي. نحطوا الحاجه هنا وبعدين نديلهم الصورة المتينة بتاعتهم اهوت. والله انفع فوتوغرافر يا جدعان، انا بدي شوية صور للطلبات ديت ولا احسنها فوتوغرافر والله. ماشي يلا بينا. ايه تاني؟ شايف التاني تقريبا في نفس الشارع دوت ولا فين اهوت، بس ده على الشارع، فانا عايز اشوف حته اركن فيها. اعتقد هنا يعني اركن هنا. اوبس 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 اوبس. البيوت اللي هي على الشارع ديت الركنه فيها تبقى خطر شويه او مش محبوبه يعني. وصلنا. Hello. Thank you. You're welcome. Here you go. هي اخدت الحاجة، المفروض ان انا ما اديلهاش الحاجة الا لما اصور، عشان هي كاتبة ان هي احط الحاجة على الباب واصورها، فهي خدت الحاجة بايديها. ففي الحالة ديت ممكن تكلمهم تقول ان هي ما خدتش الحاجة، بس انا عشان بصور فانا تمام. انا لو كلموني هبعت لهم الفيديو، فاهم؟ فخلي بالك من الحتة ديت. جالي طلب تاني اهوت، بس دوت انا مش هاخده علشان سعره مش حلو، فممكن نستنى واحد افضل منه ان شاء الله وبعدين ممكن ناخده. فهو راح اهوت دلوقتي. وقت الانتظار من دقيقة لدقيقتين وبعدين نشوف. في الغالب ممكن يكون اخر طلب دوت وبعدين تمام كده النهاردة، عشان في حاجات عايز اعملها. دوت $6 على نص كيلو، فده وش لازم اخده يعني. لو ما اخدتش دوت ابقى انا كده ربنا يحاسبني. فنخش شمال ونلف عشان المكان دوت ورا. بس $6 على نص كيلو دوت ولا حاجة يعني، فاهم؟ احنا لفينا اهوت ونروح ناخده الطلب دوت. شايفين البتاع الاحمر اللي قدام ده؟ مش الاولاني، لا التاني اللي هو البتاع الكبير الاحمر ده اللي على اليمين، هو دوت المكان هناك. هروح اجيبه من هناك. فهناخدوه من هنا، هنسوقه حتة مفيش، لو خدتها ماشي هوصل. فدوت الطلب دوت لازم اخده يعني، عشان مخدتوش حرام عليا، ربنا ممكن يحاسبني. اهو دوت تمام، ده لازم اخد حاجة زي كده علشان حرام يعني. اهوت احنا هنخش يمين ورا العربية اللي داخلة ديت. الحتة ديت فيها هملسة كتير جدا، ونركنه هنا اهوت مكان فاضي. المكان دوت فاتح 24 ساعة 24 ساعة 7 أيام، في أعياد مناسبات طول السنة ما بيقفلش. وأي يوم يكون البنزين واقف في البلد، المكان الوحيد اللي تلاقي عنده بنزين ده، وما بيقفلش خالص.
بس يلا بينا نجيبوا الطلب. للأسف أنا لازم هنا أبطل العربية وأقفلها، علشان هنا ممكن حد يسرق في حاجة يعني في الحتة اللي احنا فيها ديت. تمام، احنا كده هنعمل اللي احنا وصلنا المكان وهنخش ويلا بينا نجيبوا الحاجة. Oh, thank you very much, appreciate. Here you go. Thank you. You're welcome. DoorDash. What's the name on it? The name is Amanda. Thank you. Hey, man. You're welcome. يمين من هنا، هو يمين في يمين يعني اعتقد. ممكن الطلبات ديت اللي هي تبقى سهله قوي ديت، بس ممكن يطلع حاجه، يطلع في مشكله مثلا، ممكن الدنيا معقده شويه انك توصل للمكان، فاهم؟ ممكن يحصل حاجه، فمش كل حاجه ورد يعني. احنا داخلين يمين اهوت، هو ورا البتاع على طول. بقلق منها، بقول هيحصل حاجه، في حاجه. انتوا شايفين المكان اللي انا جاي منه اهو اللي هو ده، شايف اليافطه بتاعته اهي، اهي شايفها. Hello. What's your name? Amanda, Yep. do you need my code? 1 second. Just have to take it. Okay, thank you. So, you're welcome. Have a good night. احب اشكر كل الناس اللي بتحط لي كومنتات جميله، اللي انا بقف خجلا قدامها بصراحه. و سواء على اليوتيوب من اول ما اشتغلت على القناه واحنا وصلنا 200 مشترك، وديت حاجه كبيره بالنسبه لي. انا لو عندي 5 ولا 10 فديت حاجه كويسه، فان انا يبقى عندي 200 مشترك فديت حاجه جميله يعني. بحب اشكرهم مره تانية. ولو عندك كومنت عايز تحطه او سؤال تكتبه، انا بحب الناس انها تسألني، فباخدها كده كفخر يعني، او باخدها ان انا موجود في حد بيسألني عن حاجة، فانا بفرح جدا يعني. السؤال بيسعدني طبعا. والحاجة التانية برضو، ولو انت لسه اول مرة تشوفني او كملت الفيديو لحد هنا، فانت اعتقد انك حبيت الفيديو، فمفيش مانع انك تعمل لي يعني فولو، تتابعني علشان يوصل لك كل جديد. والمحتوى دوت يعني احنا بنبنيه مع بعض يعني، انا بحط الحاجة وانت معايا. بس هو ده كان الفيديو النهاردة، واستناني في فيديوهات جديدة جاية كتير ان شاء الله. يلا سلام.